تقريبا طريقه لعبهم متشابهه. ففي اللقاء طبعا بايرن محمدي خد طرد، لكن هنقيم كنسبه مئويه بالنسبه لدقايق اللعب. يعني انت لو هتبص على تمريرات دقيقه هتلاقي محمد عبد المنعم 84% في حين بايرن محمدي 85%. اما في الناحيه الهجوميه بكلا اللاعبين الكرات الطويله محمد عبد المنعم فهي 40% في حين بايرن محمدي 67%. ورغم ده محمد عبد المنعم كانت اكتر، بس هو عامل 4 وبايرن محمدي عامل 6. في الناحيه الدفاعيه وده الاهم بالنسبه لكلا اللاعبين، مبارزات الارضيه كان محمد عبد المنعم طبعا متفوق، مفيش حد بيعرف يعدي منه، ده حاجه بيتميز فيها. اما في الكرات العاليه فمحمد عبد المنعم ورامي ربيعه الثنائي كان مروان حمدي كان بياخد منهم الكرات العرضيه كلها، فعشان كده محمد عبد المنعم كان سايق في الكرات العاليه في الماتش ده. بالنسبه لامام عاشور ومحمود حماده ثنائي طبعا بوكس تو بوكس لمنتخب مصر، تمريرات دقيقه لامام عاشور رغم ان هو لاعب عدد دقايق اقل من محمود حماده الا ان هو نسبه مئويه اكتر منه وبرضه عدد تمريرات. دقه التصويب طبعا امام عاشور بيمتاز على محمود حماده وممتاز على اي وسط ملعب في مصر. اما في الناحيه الهجوميه مراوغات امام عاشور 3 من 4، محمود حماده ما جربش ان هو يراوغ ولا مره، وده لان امام عاشور امهر من محمود